عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بتسمعوا الفيديو الصبح صباحكم لبن حليب، صباحكم نادي بذكر الله. لو بتسمعوا الفيديو بالليل مساء الحلويات على احلى عيون. قبل ما اقول لك ام البنات فين ولا رايحه فين، يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عشان ناخد حسنات ونذكر بعضينا. يلا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تابعاني على اليوتيوب ولسه ما عملتيش اشتراك، اعملي احلى اشتراك من ايدك عشان عيلتي التانيه تكبر بيكي قلب اختك. لو انت متابعانا على الفيسبوك اعملي لي احلى متابعه عشان عيلتي التانيه تكبر بيكي قلب اختك. ده كان امبارح يوم الجمعه. كنت نازله اجيب طلبات يعني كنت محتاجاها من السوق، واخدت البنات ولبست ونزلت عشان كنت عايزه شويه طلبات كده، وكنت عايزه طلبات للبيت. واخدت البنات ونزلنا كده، دي بدايه السوق. وعديت على المحل ده، محل اسمه بسملة في الشواربي. لو انت من أسوان عايزة تروحي محل كامل متكامل في كل حاجة. لو انت عايزة تجددي في البيت، عايزة حاجات محتاجاها للبيت، عروسة بقى وعايزة حاجات من الإبرة للصاروخ، عنده تشكيلات حاجات ترندات وحاجات جميلة ما شاء الله اللهم بارك. المحل كبير وكامل متكامل. يعني أنا صورت جزء يعني بسيط، إن المحل زحمة وما عرفتش بصراحة أصور وأوريك المحل يعني كله. عجبني الاشكال دي بصراحه، اللي هي بتطلع عليها الحاجه سخنه، اللي ايه بتسيبيها كده على الرخامه. اشكال حلوه. بصوا كل اللي ايه الاشكال اللي طالعه ترند. بصوا خامتها حلوه عجبتني، بس ايه مش مكتوب عليها السعر، ما اعرفش بصراحه سعرها كام. بصوا عجبتني برضو دي، خامتها حلوه تقيله، طلع عليها صينيه من الفرن. دي بقى ايه يعني ايه خليها كده شكل يعني على الرخامه. بصوا خامتها جميله بصراحه عجبتني. عجبتني كمان الخامه، يعني غير الشكل ان الخامه حلوه. تخلي كده عليها فازة ورد، تخليها على الرخامة تدي شكل كده وديكور حلو. وعجبتني برضو دي، ما شاء الله اشكالهم كلهم حلوين. والطبق ده برضو عجبني. ده للصوصات، يعني الكاتشب مايونيز بقى مستردة. الطبق ده كان عامل 75 جنيه، خامته حلوة يعني تقيل. عجبني برضو ثبت الغسيل ده، سألت عليه. في منه الوطنية وفي منه النوع ده، تمام نفس المقاس، بس في منه وطنية شركة الوطنية، وفي منه النوع ده. الوطنية كان عامل تقريبا 475، والنوع ده كان عامل 425. ده ثبت الغسيل، تمام. وبرضو ايه حبيت اخد لكم جوله كده في المكان بتاع البلاستيكات ده. للبلاستيكات يعني هم مقسمين في جزء للصيني، جزء للكاسات والكوبايات والحاجات يعني الازاز، وجزء للبلاستيكات. عجبتني الطبق ده، يعتبر سنتر، ومقسمينه بقى جزء للبلاستيكات، جزء للصيني، جزء للكاسات والكوبايات. ما شاء الله، وحاجات ترندات، واسعاره لحد ما حلو، وبرضه بيعمل عروض، وبيبقى كمان عروضه حلوه جدا. جوله في المكان وشفت اللي انا عايزاه، وبعد كده طلعنا بقى كده ايه في السوق بقى. عشان رايحين فين؟ رايحين نقعد في نادي التجديف. خلاص بما ان يعني كنت نازله لحاجه معينه وما لقيتهاش، قلت يعني هرجع بالبنات كده وعلى طول. لا يعني ما لحقناش، يعني نزلنا ولبسنا ومش عارفه ايه، لا نروح ايه ناخد نفسنا في نادي التجديف. وكان ايه المباراه مصر هتشتغل، وكان بيجهزوا المكان. رحت انا قعدت على جنب كده لحد ايه ما يجي يعني ميعاد الماتش وكده. هنا كان في عروستين، اللهم بارك، ربنا يسعدهم ويفرح الناس كلها يا رب. كان هيركبوا مركبه كده وهيعدوا بيها رايحين جزيره. مش عارفه هل الفرح بقى في جزيره او هيروحوا يعني يقعدوا في جزيره مثلا، ما اعرفش. ادي اول عروسه. بس دول سودانيين، يعني مش من اسوان، يعني سودانيين بس اكيد عايشين في اسوان يعني. وادي العروسه التانيه اهو. وكان بقى ايه اول ما نزلوا كده وزغاريت بقى والناس اللي معاهم، وبصوا خلوا المكان كله يعني كل اللي كان قاعد على الكراسي قام يعني يتفرج. زغاريت بقى وشغالين اغاني، كل اللي كان قاعد على الكراسي قام يعني يتفرج. بصوا اول العروسه التانيه اهي، كانوا مستنين المركبة عشان يعني يركبوها ويعدوا بيها الناحية التانية. يعني قلت أكيد عاملين الفرح يعني في مكان يعني إيه في جزيرة أو حاجة، يعني في كافيه أو حاجة الناحية التانية، تمام. حبيت اخد لكم إيه لقطة كده. ده هنا بصوا النيل بتاعنا والمراكب واقفة. احنا قاعدين على النيل، يعني اهو كورنيش والنيل جنبينا، بس الجو ما اقولكمش نار نار نار. المية النيل يعني مية النيل حساها مية مغلية، مية مغلية. الجو صعب صعب. بص الشجرة مش بتتهز، يعني بص عشان انا مسرعة الفيديو بس، لكن الشجرة مش بتتهز، حتى نسمة كده هوا معدية. كنت بوريكم المكان، يا دوبك كان في ناس بسيطه قاعده على الكراسي، وهناك ناحيه الشاشه بقى بصوا كله بقى حاجز. احنا اخدت قعدتي شويه على
على الكورنيش زي ما انتم شايفين. وبعد كده رحنا كملنا هناك، سمعت اول شوط، وبعد كده بصراحه مشينا. كنت بوريكم ابو الهول، والبخره دي كانت واقفه. انا بقول يمكن هي اللي كانت سد الهوا، بس لا العيب مش في البخره. انا كنت بقول لكم يا مساء الانوار، بسلم عليكم اهو. هناخد قعدتنا ونروح بقى ايه، نقعد الناحيه التانيه عشان نسمع المباراه. بس بصراحه زي ما بقول لكم سمعت اول شوط، والشوط التاني كان هيخلص الساعه 11 او 11 ونص تقريبا خلص، ومعايا البنات وعشان نلحق نرجع، وهيبقى كمان الشوارع زحمه وهيبقى ضغط على المواصلات. قلت لا يعني اسمع شوط والحق الشوط التاني بقى ايه، نكون رجعنا البيت عشان الزحمه والعربيات، عشان نلحق ايه نلاقينا مواصله نرجع بيها البيت. هنا بيلعبوا في الالعاب واهاليهم بيسمعوا الماتش، يعني يعتبر ايه راح الدماغ، بدل ما يسمعوا الماتش في البيت والعيال حواليهم في البيت، لا الناس بقى كلهم يطلعوا بقى النادي عشان العيال يلعبوا في الالعاب وهم يسمعوا الماتش ايه على رواقه. الاخره كنت بوريها لكم هنا معديه كده ما شاء الله اللهم بارك، منوره كده، وكانت الوانها عجبتني يعني ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يحفظها ويحفظ كل اللي عليها. فكرة مش رجاله بس اللي بيسمعوا المباراه يعني في النادي، مش مثلا قاعدين هم على جنب يسمعوا المباراه وحريمهم او ستاتهم قاعدين الناحيه التانيه، لا والستات كمان، وفي ستات نازله تسمع الماتش بيحبوا يعني يسمعوا الماتش في النادي عشان خاطر ايه، يقول لك العيال يلعبوا في الجنينه او يلعبوا في الالعاب وهم يسمعوا ايه المباراه براحتهم، بدل ما يقعدوا في البيت يا ماما هاتي اكل يا ماما ويشكلوا مع بعض ويزنوا مع بعض، لا يتلهوا في اللعب وهي تسمع المباراه براحتها. المباراة كانت شغالة، والكراسي اللي كنا قاعدين عليها ناحية الكورنيش أخدناها وانتقلنا ناحية الشاشة عشان نسمع إيه المباراة. هنا بقى في اللحظة دي أول ما مصر دخلت أول هدف، ألف مبروك لمصر، وربنا يفرحنا كمان وكمان، وإن شاء الله المباراة الجاية نفرح أكتر وأكتر، وربنا كده يوفقنا ونعدي الماتش الجاي على خير، وتبقى الفرحة الكبيرة إن شاء الله. والله مش في مخي اصلا اسمع المباراه بره، بس سبحان الله جت كده. انا كنت اصلا نازله اجيب طلبات للبيت، وكنت نازله اجيب حاجه معينه كده من محل، ورحت عشان على اساسها، ولقيت يعني الحاجه دي مش موجوده. قلت طب يعني لبسنا ونزلنا نرجع على كده، لا نروح نقعد نادي التجديف شويه نرتاح كده وناخد نفسنا، وخلي البنات يغيروا جو، لنا مده ما نزلناش ولا وديتهم نادي التجديف من ساعه ما نجحوا يعني. وعلى حظنا لقينا الماتش خلاص هيبتدي يشتغل، قلت لا نسمع ايه اول شوط عشان ايه، عشان لو كملنا الشوط التاني هيبقى زحمه الشوارع ومش هنلاقي ايه مواصلات بسهوله، هيبقى زحمه ضغط على المواصلات. وخدنا قعدتنا وكده ماشيين بقى ايه، اتمشينا شويه كده على الكورنيش عشان نعدي بقى ايه الناحيه التانيه وندخل السوق. برضو محتاجه شويه خضار من سوق الخضار يعني، قلت اتلافاهم في طريقي انا ومعديه، عشان بدل ما اخدهم واروح نادي التجديف بالخضار، لا انا وراجعه اخدهم في طريقي واركب التوك توك نرجع على البيت. واخدت طلبات البيت يعني الخضار وكده بالمره، منزل تاني يوم واجيب الخضار، لا في طريقي جبت الخضار اللي انا عايزاه يعني ان شاء الله تاني يوم. واخدت التوك توك انا والبنات وفي طريقي على البيت، غيرت لهم جو شويه، لنا مده ما نزلناش من ساعه ما نجحوا. خرجتهم بعد نجاحهم عشان يعني مكافاه ليهم يعني عشان نجحوا، ومن ساعتها ما نزلناش بصراحه. نزلنا بس التدريب يعني من البيت للنادي ومن النادي للبيت، والنادي كمان قريب جدا من بيتنا يعني مش بنخرج يعتبر، ولا العيال يعني بيطلعوا كده وبيغيروا جو. وصلت لحد هنا يا قلب اختك ما تنسنيش بدعوه حلوه من قلبك، وكل واحده بتدعي لي دعوه حلوه من قلبها روحي ربنا يكرمك اضعاف اضعافها ويكبر بخاطرك يا رب. ولايك للفيديو ومتابعه للصفحه واشتراك في القناه، رجعوني كده وفرحوني. اسيبكم بقى في رعايه الله حفظ، فيديو جديد يوم جديد.